السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، واهلا وسهلا بيك. وزي ما بنقول دايما فضل ربنا من نجاح لنجاح. النهارده معانا احمد، شاب زي الفل في مقتبل عمره وشبابه. كان عنده الحقيقه مشكله بايخه شويه او بايخه قوي، عنده وش في ودانه، وش بايخ بقاله 10 اشهر. انا هسيبه يحكي القصه بتاعته، حكايته شكلها عامل ازاي، ونسمع ونركز معاه. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. قول لي ايه حكايه الوش؟ اللي بدأت معايا الأول كنت عادي في المركز بتاعي، مركز تدريب عادي وبتاع، كويس. فجيت خدتها. فبعد ما خدتها بعدها بنص ساعة بالظبط حسيت إن في طنين في الأذن اليسرى دي، تمام، مع صوت صفير وصفاره. صفارة. كويس. وكان وشي كله مصدع، وشي كله منمل أصلا. خدتها في ايه؟ يمين ولا شمال ولا خدتها؟ لا خدتها في كتف الشمال. في الشمال. تمام. فجيت بعدها انا نزلت اجازه وكده، وجيت لفيت على دكاتره كتير وبتاع، يعني من ضمنهم في دكاتره قالت لي التنه موجوده معاك على طول، مش هتضيع يعني. قالوا لك كده؟ التنه موجوده معاك على طول. وخدت علاج وخدت علاج طول فتره ال10 اشهر؟ طول فتره ال10 اشهر مفيش باخد تحسن؟ علاج ومفيش تحسن خالص. باخد علاج يعني ولا تعرضت مثلا لصوت عالي، ولا تعرضت الخبطه، ولا تعرضت الموبايلات؟ لا مفيش الكلام ولا ده. حاجه من ولا الكلام اي حاجه من الكلام ده. جيت لفيت على دكاتره كتير وبتاع، وعلاج طبعا على طول. وعلاج على طول. مفيش نتيجه؟ مفيش اي نتيجه ولا 1%؟ ولا 1%. طبعا يعني انا عايز اعلق بس على حته الكورونا او الفيروس بتاع الكورونا، هو ده المشكله، ولازم ناخد بالنا من النقطه دي، لان فعلا اخر الابحاث بتقول ان تقريبا 40% من كل اللي تعرضوا للكورونا حصل لهم مشاكل في الانف والاذن بالتحديد، سواء كان فقد شم، فقد تذوق، او حاسه سمع، او طنين ووش في الودن. الحقيقه احمد جالي من بقالنا قد ايه؟ اسبوعين ولا بتهيألي اكتر؟ حوالي شهر. من شهر بالظبط كده. وطبعا عشان هو في مركز تدريب فما بيجيليش بصفه منتظمه. خدنا كام حقنه في الودن الشمال لغايه دلوقتي؟ يعني 2. ودلوقتي حالا لسه واخدين الثالثه، ما كملناش دقيقه بالظبط وكنا واخدين الحقنه الثالثه. اول سؤال هساله لك، هل الحقنه بتوجع؟ فيها الم؟ لا مفيش. احساسك ايه بكل صراحه كده وانا بديها لك؟ لا مفيش اي حاجه، ما بحسش باي حاجه خالص، وانت حضرتك بتديها لي يعني مفيش اي حاجه. بتاخد وقت قد ايه كده؟ بناخد وقت قد ايه لغايه ما ناخدها؟ ما بنكملش دقيقه. ما بنكملش دقيقه؟ لا ما بنكملش دقيقه. قول لي كده، بعد اول حقنه كان التحسن كام في المية؟ كان 30%. شكله عامل ايه؟ 30%؟ 30%. على فكره 30% ده تحسن يعني فوق الممتاز بعد اول حقنه. قبل ما اخد اول حقنه كان الصوت عالي، وكان في حاجه تقيله في ودني. كويس. الصوت كان عالي جدا. كويس. فحضرتك لما اديتني اول حقنه بعدها بحوالي اسبوع بالظبط حسيت خلاص انا التقل ده خف شويه والصوت رفع، ما عادش اللي هو تخين، ما عادش بيعلى اللي هو بدرجه يعني كان بيعلى بطريقه جامده. تمام. فحضرتك جيت خدت الحقنه الثانيه بعد اسبوعين مش كده؟ بعد اسبوعين. كويس. جيت بعد اسبوعين خدت الحقنه الثانيه. النهارده بقى انت لسه جاي لي وسالتك النتيجه اخبارها ايه؟ 60%. 60% قبل الحقنه الثالثه دي اللي احنا لسه واخدينها. اللي لسه واخدينها دلوقتي 60%. قول لي 60% التحسن شكله عامل ازاي؟ لا التحسن كويس. الصوت بقى بيقطع، صوت التصوير بيروح ويرجع. كويس جدا. مع التركيز. تمام. الصوت نفسه رفيع مع التركيز يعني. كمان لما بتركز فيه. ولو ما ركزتش يعني يمكن اسمعه يمكن لا، يعني يمكن اسمعه يمكن لا، على حسب. ممتاز جدا جدا جدا. حاجه الحمد لله رب العالمين. طبعا ده يعني احنا بنعتبره تحسن هايل، ان بعد الحقنه الثالثه التحسن يبقى، بعد الحقنه الثانيه التحسن يبقى 60%، ولسه حالا دلوقتي واخد الثالثه، وهيجي لي ان شاء الله برضه بعد اسبوعين نشوف التحسن شكله عامل ازاي، ونديله ان شاء الله الجرعه الرابعه باذن الله. الحمد انا لله. سعيد بك جدا يا احمد. الله يخليك يا دكتور. انت مبسوط ان هذا التحسن؟ الحمد لله. كانت نفسيتي بامانه هي النفسيه متواصله 24 ساعه معايا، نايم قاعد مش مركز مع الناس في الكلام، مش سامعهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. على فكره برضه انا بكرر وبقول ان حقن الاذن عشان موضوع الوش ده انا ما بوعدش عيان ولا مريض ان هو يتحسن فعلا. انا زي ما انا قلت لك. حضرتك جيت فاكر انا قلت لك ايه قبل ما اخد الحقنه؟ فقلت لنا انت مشيت على علاج وكده، قلت لحضرتك قلت لي خلاص احنا هنحقن ونشوف يا عالم، يمكن ويمكن لا، مش بالتاكيد. بالظبط. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. الحمد لله. انت زي ما بيقولوا كده يعني خضت التجربه، وانا قلت لك اذا ما فادتكش مش هتضرك. الحمد لله. واحنا الحمد لله فادت، والحقيقه فايده هايله جدا جدا جدا. الواحد نفسيته اتعدلت شويه الحمد لله. الحمد لله. وعقبال الثالثه والرابعه كده لغايه ما ان شاء الله الوش ده ينتهي تماما يا رب باذن الله. الحمد لله لسلامتك يا احمد مبدئيا، وان شاء الله لما يخلص برضو الحقنه او الكورس بتاعنا اللي هو 5 جرعات
هنعمل معاه برضو ان شاء الله لقاء تاني ونشوف اخباره ايه. يا رب اشكرك. الحمد لله سلامتك يا احمد. الف شكر. وزي ما بنقول دايما طبعا ده فضل من ربنا علينا، وزي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.